عندك كل الدعم الدولي، عندك كل السلاح اللي بيجي لك من الخارج، وعندك كل حاجه. انا بس بمناسبه السلاح اللي جاي من الخارج، موضوع البنود السريه ولا الاتفاقات السريه ولا الحاجات، عشان احنا ساعات في حاجات احنا بنصعبها على نفسينا. والله العظيم ثلاثه، اتفاقيه السلام 78 ومعاهده اتفاقيه كامب ديفيد 78 ومعاهده السلام 79 بنودهم منشوره، والملحق الامني بمعاهده السلام منشور. حصل تعديل، حصل التعديلات معلنه، حصل اول تعديل في 2007. في تعديلات سابقه على فكره، في تعديلات في الثمانينات تمت عشان شويه حاجات فنيه يعني، وفي تعديل بتاع 2007 عشان يخش 750 جندي بعد الاجتياح الحدود في 2007 من ناحيه غزه. وحصل تعديلات كتير بعد الثوره، لان يوم 28 يناير لما الجيش انتشر بعد الشرطه ما انسحبت لم يتم الا بتنسيق. تمام، تنسيق بس تنسيق فوري. بعد كده 29 يوليو 2011 ما عرف هنا هو في القاهره بجمعه قندهار، هناك كانت في مسيره بالرايات السوداء وعربيات نص نقل عليها مضاد الطائرات، وقصفت اسم تاني العريش وحاولت تدمر تمثال السادات في الجامع الرفاعي في العريش. وبعديها تمت العمليه نسر واحد، او كان اسمها العمليه نسر. فلم تنتشر القوات النظاميه هناك الا بتنسيق امني اقليمي، تمام، مع اسرائيل ومع الام اف او ومع الطرف الاخر من المعاهده. ده مش سر، ده معلن. طب لما حصل مذبحه رفح الاولى وبقى في نسر 2، تمام، حصل تنسيق تاني. طب لما بدات بعد خلع مرسي وبدأ بقى فتره الاضطراب اللي قبل العمليات الموسعه، حصل تنسيق ثالث ورابع وهكذا. هل التعديل ده، اصل هو التعديل تم على فكره، وبالمناسبه في حاجات في التعديلات اللي تمت وفي حاجات على الارض حاجات مشرفه يعني، تمام، يعني حاجات مشرفه بالمعنى الوطني التقليدي بتاعنا، عشان دلوقتي الوطنيه بقت وجهات نظر، تمام، لكن بالمعنى التقليدي الناس اللي دقه قديمه من القرن العشرين ومفهومها عن الوطنيه، لا، الجيش عمل حاجات وطنيه تمام في التعديلات اللي تمت دي وميدانيه. بس احنا الجيش مش خصم يعني، احنا بنختلف طبعا ان الجيش كل دور سياسي وعايزين ضبط للعلاقات المدنيه العسكريه وكل حاجه، بس هو في الاخر هو الجيش مش خصم، تمام. في ممارسات يعني في ممارسات تصل للدرجه الاجراميه بدون ادنى درجه من، مش هقول المحاسبه ولا العقاب ولا من التحقيق حتى.